خلي بالك ايران داخله حرب المره دي على حق. يا عم افهموا بقى، افهموا حرب، افهموا عسكريا. اللي كسبانه مش ايران، ايران كده، ايران خسرانه يا ابني. ازاي يا عم؟ ده لسه يا عم ما ضربوا المفاعل المنوي، انت ما تفهموش ان هم ضربوا إيه؟ يا اسطى ضربوا المفاعل امبارح بالليل. الطيارات طلعت الساعه 1:30 بالليل، 1:30 و5 كانت فوق الجبل بتنزل القنابل اللي ضربتها. ده اقوى قنابل خارقه للدنيا كلها. بس بقول لك المفاعل تحت الجبل، ازاي وصلوا له؟ ما انت بقى ما تفهمش، ما هم نجلوا اليورانيوم اللي فيه بقى. اليورانيوم اللي فيه اتنجل قبلها بيومين. كان في كده، انا شفت خبر حصري، كانوا جايبين تكاتك نجلوه في تكاتك عشان ما حدش. ايران يا باشا دماغ شيعه، دماغ شيعه يا عم. بس يعني كده ايران كسبانه. انت تعرف ان ايران دي ممكن تخرب الدنيا؟ قول لي ليه؟ معلومه ما حدش يعرفها. ممكن يقفلوا المضيق بتاع جبل طارق. دراسات ثالثه اعدادي. بس مضيق جبل طارق في المغرب. يا عم يا عم ده مش فاهم عسكريه يا اسطى بعد اذنك. يعني مش مضيق بقى المندب. انت ما تجيش معايا في اخبار عسكريه. انا موسوعه حرب. بس خلي بالك امريكا لو دخلت الحرب هتقلب موازينها. امريكا ما تقدرش تدخل الحرب. ليه؟ ما امريكا لو دخلت الصين هتدخل وروسيا. افهم الدنيا رايحه فين وجايه منين عشان تعرف ترد بعدين. العالم خربان، احنا على الهاويه يا اسطى. بس امريكا ضربت المفاعل النووي. مش امريكا، ده يقال انه امريكا يا باشا. ترامب امبارح ما كانش فاضي عشان يضرب. افهموا بقى حل الدنيا. ترامب اصلا نزل تويتر بيقول ان يا عم ده اكونت فيك. بص يعني ترامب فاضي ينزل على تويتر وبتاع. يعني انا دلوقتي احمد عز لو بعت لي بحبك هيبقى هو ما كده اكونت فيك. يلا مش مكلمك قبل كده من اكونت فيك وبعت لي 10 كروت فكه كانت هي ساره. كنت انا مش فاهم حاجه خالص. مين اللي ضرب المفاعل يا باشا؟ اللي ضرب المفاعل اليمن. الحوثيين. بس الحوثيين مع الايران ولا دي تمثيليه برضه؟ اختلفوا بسبب حوار كده. الحوثيين اختلفوا مع ايران ليه بقى؟ لان الحوثيين بيعبدوا علي، الايرانيين بيعبدوا حسين، فاختلفت الاسماء. الحرب على الانهيار. الذهب هيغلى. لو معاك ذهب اشتري. انا لسه مشتري ب 300 جنيه، استثمرت فلوسي براحتكم. بس الصين ممكن تخش تايوان. لا ما تدخلش تايوان. ليه ما تدخلش تايوان؟ معهمش باسبور. بس خلي بالك ممكن تقلب حرب عالميه ثالثه. يا جدعان الحرب كده في الطريق. الحرب خلاص. انا جايه لي معلومات مؤكده ما حدش يعرفها خالص. جالك المعلومات دي منين؟ يا عم مصدر سري بقى بتاعي. ايران مخترقه. ايران مخترقه. انت ليك حد في ايران يا اسطى بيجيب لك؟ انا اصحابه كلهم هناك، يا علي ويا حسين شيعه. اعرف علي الشيعه انا صح. ايران مخترقه. لازم نحافظ على نفسنا. انت تعرف ان نتنياهو مات؟ مفيش حد يعرف الحوار ده. مفيش حد يعرف يعني اللي بيظهر ده. في حد جاي لي انا من هنا. يا ابني انا مجند هناك جواسيس في اسرائيل. يا عم افهموا الدنيا رايحه فين وجايه منين يا عم. استثمر فلوسك في الذهب والنفط. نطلع دلوقتي من البنزين نجيب برميلين نفط خام. هيرفع البنزين يا عم، هيرفع النفط الخام. هيرفع. افهم بقى الدنيا جايه منين ورايحه منين. ما نجيبش ب 95 ده من كفر الشيخ. هتلاقيه عارف كل اخبار تل ابيب.